الزمن وهم احنا عايشين جواه. زمان واحنا عيال كنا بنقعد نبص على الساعة ونتخيل ان عقرب الثواني ده لو وقف الزمن هيقف معاه. كنا نحس ان الصيف طويل وان يوم الامتحان بيجي فجأة وان العيد بيخلص في غمضة عين. طب ليه الزمن بيتحرك بطريقة مختلفة حسب احساسنا بيه؟ هل الزمن شيء فعلي بنقدر نمسكه، ولا مجرد فكرة احنا بنصدقها علشان ندي لحياتنا ترتيب ومنطق؟ تخيل لو صحيت النهاردة وما لقيتش ساعة ولا تقويم ولا شمس بتتحرك، هتعرف ازاي ان اليوم بدأ او خلص؟ طب هو الزمن مستقيم ولا دايرة؟ تعال نفكر في فكرة مجنونة شوية. انت فاكر انك عايش حياتك بشكل مستقيم، صح؟ الطفولة، الشباب، الشيخوخة والموت. بس ايه رأيك لو الزمن مش خط وطلع دايرة؟ تخيل ان حياتك بتلف في حلقة، وانك عايش نفس اللحظة دي قبل كده، وإنك هتعيشها تاني بس مش فاكر. في نظريات بتقول إن الكون كله بيتكرر في دورات، وإن إحنا بنعيش نفس التجربة في كل مرة بس بظروف مختلفة. ممكن تكون قعدت القعدة دي قبل كده مثلا، سألت نفس السؤال، سمعت نفس الإجابة بس في واقع تاني وفي نسخة تانية من حياتك. الديجافو مثلا صدفة ولا تكرار؟ أكيد حصلت قبل كده إنك تكون في مكان وتحس إنك شفت الموقف ده قبل كده، نفس التفاصيل، نفس الكلام، نفس الناس، رغم إنك متأكد إنه أول مرة يحصل. الإحساس ده اسمه ديجافو، وهو واحد من أغرب الظواهر اللي العالم كله مش قادر يفسرها بشكل قاطع. هل ده دليل على إن الزمن بيتكرر؟ هل عقلنا بيخدعنا وبيصنع ذكريات مزيفة؟ ولا ممكن يكون لمحة من حياة سابقة عشناها ومش فاكرينها؟ لو الزمن مش خط مستقيم، هل نقدر نرجع للماضي تاني؟ من زمان والعلماء بيسألوا نفس السؤال. لو الزمن مش شيء ثابت، هل ممكن نرجع لورا؟ نظريا السفر عبر الزمن ممكن، بس عمليا مفيش طريقة مضمونة تخلينا نرجع للماضي ونغيره. في فكرة إنك لو سافرت بسرعة أسرع من الضوء ممكن تسبق الزمن نفسه، وفي نظريات الثقوب الدودية اللي ممكن تكون أنفاق في نسيج الكون تنقلك من نقطة لنقطة تانية في الزمن. لكن حتى لو قدرنا نرجع للماضي، هل نقدر نغيره، ولا هنكون مجرد أشباح بتتفرج عليه بس؟ هو الزمن بقى إحنا اللي بنصنعه ولا هو اللي بيصنعنا؟ يمكن الزمن هو مجرد اتفاق بشري، زي ما اخترعنا الفلوس اخترعنا الوقت. يمكن كل حاجة بتحصل دلوقتي بتحصل مرة واحدة، وإحنا اللي بنحاول نفهمها بطريقة منظمة عشان عقلنا ما يخرجش عن السيطرة. طب لو الزمن مش حقيقي، إحنا عايشين فين؟ هل إحنا محبوسين في لحظة وهمية وكل اللي فكرنا إنه ماضي مجرد ذكريات متسجلة جوه عقلنا؟ هل المستقبل مكتوب ومستني دوره علشان يجي، ولا إحنا اللي بنخلقه كل ثانية؟ إنت إيه رأيك؟ الزمن حقيقة ولا مجرد وهم إحنا مصدقينه؟